دراما، قصة، كوميديا، ضحك وتأثر وعياط، وكل المشاعر اللي بتعيشها بدون ابتذال أو تنطيط أو حزن. كله كان بشكل سلس جدا وطبيعي جدا. والحقيقة إن دي مش أول مرة ماجد الكدواني يبدع بالشكل ده، لكن المرة دي في موضوع عائلي الإبداع جه بشكل سلس جدا في كل عوامل العمل. الموضوع ابتدى من أيام الجامعة وقبلت زواج موكلتك الآنسة ليلى الله يرحمها. بعد ما سابتك اكتشفنا إنها حامل. ها مظبوط عليا؟ انت ازاي بتنام وعارف ان هي في الأوضة اللي جنبك وما تعرفش ان انت ابوها؟ القصة اللي كانت حلوة ومؤثرة وبدون كلاكيع وتعقيدات كتير. أب بيتفاجئ إن عنده بنت عندها 20 سنة، الأب واللي بيقوم بدوره ماجد الكدواني واللي اتعود يهرب من أي مشكلة أو مواجهة بإنه يتجنبها أو يعمل نفسه مش واخد باله منها، لحد ما يتفاجئ إن عنده بنت. هيعرف يواجهها ويقول لها وهو اللي متعود دايما يهرب، ولا هيحاول يليس على الموضوع بأي شكل؟ ودي تكون طريقة تعامله مع المفاجأة. ما بيحبش المفاجآت، ودي الجملة اللي بيفضل يكررها طول الجزء الأول والتاني، وده الطبع اللي بتكون بنته برضه ورثته منه. باخد بنوم. اولا ما ينفعش تبقى المحامي بتاعي وحد يقول لك وانا قاعده عايزك ثانيه وتقوم من غير ما تستأذني. نعم. المهم ان انت فهمت قصدي. وبالرغم من ده طول الجزئين بيتحط في مفاجآت ومواقف بتصدمه، وبيضطر انه لازم يواجهها ويتعامل معاها. غير ماجد الكدواني بنشوف محمد رضوان في دور رمضان حريقة، واللي كان اكتشاف. اتفضل يا استاذ افطر معانا، ديناميت يستاهل بقك. يلا ننزل السوق وتشيل معايا يا حبيبي. اتجننت في عقلك ولا ايه؟ انا اخر مره نزلت وشلت فيها كان الواد حسن ده لما كان عنده سنه وكان عنده اسهال. خلاص يا حاج. يا قليل الادب يا رمضان. إيه؟ انا ما عرفتش اربي عيالك. بحسن. تجسيد لدوره بنبرة صوته وحركاته جه بشكل طبيعي جدا ومقنع جدا. سما إبراهيم اللي كانت صوت كل أم مصرية في المسلسل بعاطفتها ودموعها القريبة وقلقها ورعايتها المبالغ فيها لعيلتها. رنا رئيس وطه دسوقي ومحمد شاهين وكل فرد في المسلسل عمل دوره بشكل قوي جدا وطبيعي في نفس الوقت. وفي الجزء الثاني واللي لسه بيتعرض القصة بتدور حوالين مرض إبراهيم اللي بيحاول يداريه عن باقي أفراد عيلته. يعني خلاص هنسى بنتي وهنسى عيلتي وهنسى حياتي. ممكن أعرف أنا قدامي قد إيه؟ اللي بيفكر في الموت ما بيعرفش يعيش. بعدين مين عارف حاجة؟ انت ممكن وانت نازل من عندي يهفك اتوبيس يشيلك. حضرتك اكيد والد ساره. ايه ده؟ وعلاقة سارة وحسن واستعدادهم للجواز والمشاكل اللي بيمروا بيها خلال الفترة دي. من الحاجات الحلوة في المسلسل إن هو بيتكلم عن الطبقة الوسطى اللي منها أغلب الشعب المصري، وهتحسوا في مواقف كتيرة منه بين الأجزاء من حياتك وسط عيلتك. هتلاقيهم برضو بيحاولوا يدوك نصايح زي كلام إبراهيم مع حسن وسارة عن إن المشاكل مضيعة وقت وما ينفعش تضيعوا وقتكم في خناق لأن الوقت ده بيخلص. بس مش معنى كده إنكم تبقوا باردين وما بتحسوش. اغضبوا، ازعلوا، اعملوا اللي انتوا عايزينه. هي دي الدنيا بس في لحظتها، بلاش تحوشوا. التلقائية الشديدة في المسلسل زي مثلا مشهد عياط رمضان حريقة على مرض صديق عمره وبعدها ضحكوا على سيرة حبيبته من بيلاروسيا. التصوير في المسلسل كان متناسب جدا مع تلقائية المشاهد والكلام. الألوان وحركة الكاميرا والديكورات واللبس كله كان ماشي بشكل متناسق جدا. ايه اكتر شخصيات اللي عجبتكم في المسلسل لحد دلوقتي؟ وايه توقعاتكم لنهاية الجزء الثاني؟